سائلة تقول: هل يجوز للحائض أن تمس المصحف أو تقرأ القرآن، خصوصا إذا كانت معلمة أو طالبة في حلقة تحفيظ القرآن؟ نعم. أما مس المصحف فلا يجوز للحائض ولا للمحدث أن يمسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى عمرو بن حزم وفيه: وألا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن من الممكن يقرأ القرآن من المصحف وفي يده قفازات. تعرفون القفازات؟ ما هي؟ نعم، الجوانتي أخفى علينا من القفازات. إيش هي؟ نعم، الشراب اليدين. طيب، أو يجعل منديلا يضع على المصحف ويضع يده على الصفحة ويقلب بالمنديل. أعلمتم؟ أما أن يمسه وهو على غير طهارة فلا يجوز. وقد استدل بعض العلماء لذلك بقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وهذا الاستدلال غير صحيح، لأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعني بذلك الكتاب المكنون. اقرأ، قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه. إيش الضمير يعود على إيش؟ على الكتاب المكنون، لأن الضمير قاعدته في اللغة العربية أن يعود إلى أقرب مذكور. وأيضا قال المطهرون ولم يقل المطهرون، بل قال المطهرون وهم الملائكة. فالآية هذه لا تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا بطهارة، لكن الحديث يدل على ذلك. والسنة كالقرآن في وجوب العمل بما صح منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قراءة القرآن فإذا كان لحاجة فلا بأس أن تقرأه الحائض. الحاجة أن تخشى النسيان، أن تكون معلمة، أن تكون متعلمة محتاجة إلى قراءته للاختبار، أن يكون لها ولج في الليل أو في النهار من القرآن فتقرأه. المهم إذا كان هناك حاجة فلا بأس أن تقرأ القرآن بدون مس المصحف. وأما الجنب فلا يقرأ القرآن حتى يغتسل. والفرق بين الجنب والحائض ظاهر. الجنب يمكنه أن يغتسل ويتخلص من المانع، والحائض لا يمكنها ذلك حتى تطهر. فلهذا رخص للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة، ولم يرخص للجنب، بل يقال للجنب اغتسل أولا ثم